السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. برد يعني كيكة وكيكة يعني برد، لازم ندفي نفسينا كده واحنا قاعدين. دلوقتي حضرنا المكونات معانا، بس قبل اي حاجة ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات الاول عليه الصلاة والسلام. عايزة اقول لكم بقى ان قلب فيصل محتاج حاجة تدفيه، كيكة كده وكوباية شاي، مج كبير خلي بالكم مج شاي مع حته كيكه كده. معانا كوبايتين دي معايرين كل المقادير الاول بكوبايه واحده عشان تبقى عامله حسابك. كوبايتين دقيق عليهم 3/4 كوبايه زيت، احنا هنشوف على حسب المقادير هياخد معانا دقيق قد ايه برضه، يعني ممكن ما ناخدش الكوبايتين كاملين فهنشوف دلوقتي. 3/4 كوبايه زيت، كوبايه سكر، وكوبايه الا ربع لبن، يبقى كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع زيت، كوبايتين دقيق، وكوبايه سكر. دي المكونات بتاعتنا اهي مظبوطه. العجان بتاعنا جاهز؟ جاهز. يلا نشتغل. بسم الله، نقول بسم الله ونحط اللبن وكل حاجه زي ما انتم عارفين بدرجه حراره الغرفه. حطينا اللبن، هننزل بالسكر مع اللبن وندوبهم، وهنحط الفانيليا فين؟ هنحط نقطة الفانيليا نحطها مع البيض هنا. يبقى قلنا تاني، هنقول تاني عشان ايه ما نلخبطش الدنيا. كوبايتين دقيق، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه سكر قصدي، كوبايه الا ربع زيت، ومعاهم باكو كيك شيف وفانيليا سايله على حسب ما تحطوا، و2 باكو فروتي انا بحبه قوي في الكيك، و4 بيضات. 4 ليه؟ لان هو بيض بلدي صغير فانا عملت 4 بيضات. حطيت الفانيليا على البيض وحطينا اللبن في العجان مع السكر وشغلنا العجان بتاعنا كده بالراحه. حطينا الكوبايات كده في الحوض عشان ما يبقاش ايه. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات للفيديو اللي احنا فيه دلوقتي. ما ننساش لايكات كتير على الفيديو وكومنتات كتير جدا، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. بحبكم في الله. هنحط الزيت بتاعنا واديله تقليبه بقى مع الزيت. بصوا بقى في المرحله دي هحط الفروتي اللي هو برتقان، عشان هي كيكه برتقان يا جماعه، هحطه عشان تدي اللون وهي سايبه بس كده، عشان عايزاها تدي اللون بتاعها دلوقتي. ماشي. بصوا بقى هنيجي للمرحله اللي بعد كده، هنحط البيض بتاعنا بيضه بيضه، هنحط البيضه اللي بعد كده، خلاص كده حطينا البيض مع الفانيليا. ننزل بكوبايه دقيق، كوبايه كامله، وبرده الباكو بتاع الكيك شيف بتاعنا، وهنديها ضربه وبعدين نحط الدقيق الباقي. عشان يتجانس اهو، مش هحط طول غير ما اتاكد ان هي محتاجه. بصوا بقى هنا بقى هنحط نقطه خل عشان بس ايه زفرت البيض، معلقه بتاعه العجان، وهنحاول ننزل الدقيق كله.
بتاعنا تاني، وبداية كده خلاص مش هنحتاج للدقيق ده. احتاجت شويه الدقيق برضو حاطينهم عشان خفيفه قوي. خلاص الكيكه بتاعتنا كده جاهزه. بصوا بقى الكيكه بتاعتنا القوام بتاعها، هنبص برضو كويس قوي في الجوانب في حاجه ولا لا، مفيش. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ الكيكه بتاعتنا اهي زي ما قلت لكم. المقادير بتاعتنا مظبوطه. كوبايتين دقيق، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه سكر كامله، باكو بيكنج باودر او كيك شيف المتاح عندك، فانيليا سايله او باودر برضو المتاح عندك. انا بقى بحط عشان تعزيز اللون ده بحط كيس فروتي البواكي ده او 2 على حسب ده اختيارك وذوقك. خلاص، والدقيق وكوبايتين الدقيق كنت قلتهم يعني. خلاص كده الكيكه بتاعتي جاهزه، خلصت. هنشغل الفرن على ما ترتاح دقيقه. هنشغل الفرن بتاعنا معاكم. انا هعملها في الصاجه بتاعت صينيه الفرن. هنحط شويه زيت، بصوا اهو. بصوا هنبطرها كده بدقيق. نفضت الصينيه بتاعتي كويس قوي في الحوض. هنزل بالكيكه بتاعتي بقى. بسم الله. شايفين القوام؟ شايفين اللون؟ ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله تحفه. قوامها حلو قوي. بصوا بقى كده. خلاص كده بقى الكيكه بتاعتنا جاهزه. تحط في الفرن على درجه حراره 200 او 250 كمان. لا 250 لمده نص ساعه على طول ان شاء الله هتطلع. هنشوف مع بعض احلى كيكه ناجحه 100% ان شاء الله. احنا عملنا كيكه برتقال، ان شاء الله المره الجايه نعمل كيكه فراوله او قولوا معايا او شوكولاته او اي حاجه ان شاء الله باذن الله. لايكات كتير للفيديو ده وشجعوني على قد ما تقدروا عشان ان شاء الله انزل لكم كل يوم فيديوهات جديده. بصوا بقى احنا كده ولعنا الفرن بتاعنا شويه وخلاص كده سخن. هنحط الكيكه بتاعتنا. بسم الله. بتاعتنا بقى تعيش حياتها. عليه الصلاه والسلام. تعيش حياتها فين؟ في الفرن. صوص الكراميل وهنحط لها كمان شويه صوص شوكولاته. الصوص ده جامد بقى يا جماعه، نضغط عليه قوي. خلاص كده خلصنا. وادي الكيكه بتاعتي خلاص خلصت، وزيناها بشويه صوص شوكولاته وصوص كراميل، الحاجه المتاحه عندنا. ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ومع السلامه. بصوا بقى دي الكيكه بعد ما طلعت هندوقها مع بعض. شايفين الصوص؟ لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. مع السلامه.